يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان أسرار، وفي كل ركن في حكاية أغرب من الخيال. النهاردة هتشوف بشر بيتحولوا لعجينة في تمارين غريبة، ومسابقات شعبية ما فيهاش مكان للضعف ولا للصدفة. ومش بس كده، ده حتى قشر البيض اللي بنرميه في ناس قدرت تحوله لتحف فنية بتسحر العقول بجمالها وبتتباع بمبالغ خيالية. وفي الآخر هنشوف قمة التطور لما الهدوم بتبطل تكون قماش وبتتحول لماكينة حية ليها حركة خاصة. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه مش هيتكرر كتير، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب المهرجانات اللي بيعملوها في الهند واللي بتتعمل في شهر 12 من كل سنة. المسابقة دي يا سيدي بتكون ضمن مهرجان تامل نادو الدولي، وبيسموها مسابقة البلالين، وكل اللي عليك إنك تعرف تمسكها من غير ما تستخدم إيديك. والمفاجأة بقى إنهم مش بيعملوا كده للهزار، دي مسابقة بتمثل جزء من احتفالاتهم بالحصاد، وبيعتبروا إن اللي بيكسب فيها وبيمسك أكبر عدد من البلالين من غير ما يفرقعها بيبقى عنده بركة وقدرة عالية على التحكم في النفس والصبر طول السنة الجديدة. سيبك بقى من مهرجانات الهند وتعالى أوريك عظم بيتحول لعجين قدام عينك. تعال بقى أوريك أغرب التمارين اللي ممكن تعملها في حياتك، واللي حرفياً هتخلي جسمك زي العجينة. والغريب بقى يا سيدي إن في الهند ليها صالات وليها أماكن كمان، والناس بتروح تلعب فيها وتتدرب، وبتخلي الجسم زي العجينة حرفياً. أيوة زي ما أنت شايف، بيلف رجلك أو هيلف إيدك وكأنها قطعة من العجين. والموضوع ده مش مجرد رياضة عادية، دي رياضة هندية قديمة اسمها المالاخامبا، ودي بتعتمد على مرونة العمود الفقري والأعصاب، لدرجة إنهم بيقدروا يفككوا مفاصلهم ويرجعوها تاني، وده اللي بيخليهم يعملوا الحركات اللي انت شايفها دي من غير ما يحسوا بأي وجع. سيبك من العظم اللي اتلوى ده وتعال نشوف كنوز بتترسم جوه قشر البيض. تعال بقى نشوف أغرب أنواع الفن اللي موجودة في العالم، وده مش فن تقليدي زي اللي اتعودنا عليه، ده فن من كوكب تاني. دلوقتي بيعمل لك رسومات جوه قشر البيض. أيوة يا سيدي، القشرة اللي انت بترميها بتتباع بآلاف الدولارات، وده كله عشان بيرسموا جواها بالطريقة اللي انت شايفها قدامك، وبعد كده بيتحط عليها مادة شفافة بتخليها قوية جدا. والمعلومة اللي هتصدمك إن الفن ده بيسموه إكشيل كارفينج، والرسام الواحد ممكن يقعد أكتر من 3 شهور شغال على بيضة واحدة، وبيستخدم أدوات جراحة دقيقة جدا عشان القشرة ما تتكسرش منه، وده اللي بيخلي سعرها يوصل لأرقام فلكية. سيبك من فن القشر وتعالى أوريك ذكاء الغراب اللي بيخطط ببرود مش طبيعي. تعال بقى أوريك أذكى أنواع الطيور اللي موجودة في العالم، والطائر اللي هنتكلم عليه النهاردة كلنا عارفينه وهو الغراب. الطائر ده مش سهل جدا، ده ذكي وبيفكر وبيعمل حاجات غريبة. أيوة زي ما سمعت كده، بيعمل جنازات زي اللي بتعملها البشر، ولو اتحط في أي موقف ممكن يتصرف فيه بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. واللي العلم أثبته وبجد هيجننك إن ذكاء الغراب بيعادل ذكاء طفل عنده 7 سنين، لدرجة إنه بيفتكر وشوش الناس اللي ضايقته وممكن يجمع صحابه عشان ينتقموا من الشخص ده حتى بعد سنين. سيبك بقى من ذكاء الغراب وتعال نشوف فساتين بتتحرك لوحدها بذكاء المكان. تعال بقى نشوف أغرب الفساتين اللي موجودة في العالم. الفستان ده مش قماش وبس، لا ده فستان ميكانيكي. أيوة زي ما سمعت كده، الفستان ده فيه مكن ومحركات بتخليه يتحرك لوحده زي ما انت شايف قدامك، وده يعتبر من أحدث صيحات الموضة اللي موجودة في العالم، والناس بتبهرها الحاجات دي جدا. والمفاجأة إن الفساتين دي متصممة بحساسات بتفهم لغة الجسد، يعني لو خفت أو اتوترت الحساسات دي بتلقط نبضات قلبك وتخلي الفستان يغير شكله أو يفتح زي أجنحة الفراشة عشان يعبر عن حالتك النفسية. ودي التكنولوجيا اللي بيسموها السايبر فاشن. سيبك من فساتين الموضة وتعال نشوف التطور لما يخدم الصنايعية ويوفر مجهودهم. تعال بقى نشوف الأفكار والاختراعات الجديدة اللي بتريح الصنايعية اللي بيشتغلوا في جميع المجالات، وكمان اللي بيشتغلوا في أماكن عالية جدا. دلوقتي عملوا لك أجهزة بتلبسها في رجلك وبتتحرك بيها، يعني ولا هتطلع سلم ولا هتنزل من على سلم، انت كل اللي عليك ان انت تلبس الجهاز ده. واللي الصنايعية ما يعرفوهوش إن الأداة دي اسمها دراي وول ستيلتس، ودي كانت في الأصل مخصصة لمزارعين الفاكهة، بس دلوقتي بقت بتوفر 50% من وقت الشغل للنقاشين والكهربائية، لأنها بتديك طول بيوصل ل 100 سنتي زيادة مع ثبات كامل، وكأنك ماشي على الأرض بالظبط. في الآخر العلم كل يوم بيثبت لنا إننا لسه ما شفناش حاجة. لو عجبتك الرحلة دي لايك وفولو عشان تحجز مكانك في اللي جاي، وقول لي في التعليقات إيه أكتر لقطة خلتك تقول سبحان الله. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.